السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وأحوال طيبة. اليوم كيف مشتوا معايا هاد السيرفيت اليوم غنخيطها معكم دقة دقة ان شاء الله. خليكم معايا. هاد الفيديو غنخيطو غير تريكو، والفيديو القادم ان شاء الله نخيط معكم السروال باش ما يجيكمش الفيديو طويل. واللي اول مره كيشوف القناه كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. نبداو على بركه الله. اول حاجه بعد ما فصلناها غنخيطوا الكتفين هما الاولين، ودابا بعد ما خيطناهم ندوزو نلصقوا الكم. نلصقوا الكمام بزوج. دابا هانتوما بعد ما لصقنا الكمام بزوج، انا مبغيتش نبقى نشارك معكم الخياطه باش ما نطولش عليكم الفيديو، تنوريكم غير المراحل. دابا غنلصقوا بعد ما لصقنا الكمام كنلصقوا هاد الجناب كنخيطوهم كنديروا لهم حتى هما السورجي باش كتجينا البياسه مفينيه. دابا من بعد غادي ندوزو نلصقوا الباندا اللي كتكون عندنا من التحت ديال الثوب، راه تيقولوا ليه الكوطي. هذاك الثوب اللي كيديروه في الكمام وكنديروه في الباندا من التحت وكيجينا في العنق، كيجي مجموع كيكون كيتيري. دابا غندوزو نلصقوا الباندا. الضروري ما نلصقوا الباندا هي الاولى، عاد نلصقوا السلسله. دائما الثوب ديال التريكو كيكون عندنا تنخلوه عادي، والباندا كنجبدوها شي شويه. الثوب ديال الباندا كيكون عندنا قل من التريكو، وملي كنبقاو نجبدوها كيجيونا مقادين، وفي نفس الوقت هذيك الباندا كتبقى جامعه لينا هذاك التريكو من التحت وكتبقى مقبوطه. ملي كنكونوا كنخيطوا الا كانت عندنا الباندا فيها الخياطه كنحاولوا ديك الخياطه نجيبوها مع الخياطه ديال الجنب باش كتجينا كيبقى يبان داكشي مفيني مقاد. اما الا كانت دايزه غير باندا وحده ديك الساعات كنجبدوها عادي بلا ما كنديروا بالنا مع الخياطه. دابا غندوزو ناخذوا السلسله باش نلصقوها. هانتوما كناخذوا الراس ديال السلسله كنحطوه بهذه الطريقه وكنقلبوا فوقو النصف الثاني ديال الباندا باش كتجينا السلسله مدفونه وسط الباندا ما كتبقاش كاع باينه. كنحاولوا نطويو من هنا من الفوق 1 سنتيم باش ما كتبقاش تبان لينا الحاشيه ديال الثوب، وكنبداو نخيطوا. هانتوما نشوفوا معايا الشكل كيفاش غادي يبان ملي غادي نقلبها. هانتوما بعد ما خيطنا السلسله في الباندا كنقلبوها كتجينا مفينيه من الجوانب بزوج، كنقادوها بحال هكا وكنعاودو فوقها الخياطه. هانتوما كتجينا مفينيه من الظهر ومن الوجه. دابا غنكملوا الخياطه ديال السلسله. كنقادو هذيك الطويه مزيان وكنبقاو غاديين تقريبا بواحد سنتيم، يعني لابار اللي بدينا به في الاول كنتبعوه. بغيتو ديروا الطريقه الثانيه كتخيطوها كيف ما بديتها انا في الاول. الطريقه ديال الباندا كتخيطوها بحال هكا كامله عاد كتقلبوها وتعاودوا فوقها الخياطه. انا بحال هكا دوزت عليها خياطه واحده كتجي قابطها مزيان. بعد ما نخيطوا هاد الجهه كندوزو نخيطوا الجهه الثانيه بنفس الطريقه، ودائما كنحاولوا نردوا البال الباندا تجينا مقاده الجهه اليمنى مع الجهه اليسرى باش كتبقى باينه دايز خط واحد ما كتجيناش مفاوته. دائما نردوا ليها البال ونخيطوها بشويه حتى كنفوتوا هذيك البلاصه عاد كنكملوا الخياطه.
دابا نتوما كيف ما قلت لكم كندوزو نقادو الجهه الثانيه مزيان باش يجينا نفس العبار. ودابا غنديرو السلسله تما الوسط بعد ما ثبتناها باش تبقى محافظه لينا على العبار. كنظن ان الشرح راه واضح وراني غاديه معكم دقه دقه، غير تبعوا الفيديو وانتم غادي تخيطوا لي سيرفيت ديالكم باسهل طريقه. هادو دابا الطريقه ديال السلسله لما كانتش فيها السلسله كدوزوا الباندا عادي وكتكون مسدوده من الامام، كتجيكم سهل من السلسله. هانتوما دابا بعد ما لصقنا السلسله دائما غنقلبوها هي الاولى ونتاكدوا من العبار ديال الباندا انهم قاد مع العبار ديال الجهه الثانيه. عاد نكملوا الخياطه باش حتى كان شي ديفو اولا بعد مره السنان ديال الماكينه كيجروا لينا الثوب وكان شي ديكالاج كنصلحوه في الاول قبل ما نكملوا الخياطه ديال السلسله كامله. دائما خطوه بخطوه ونتاكدوا بلي ان داكشي غادي عندنا مقاد عاد نكملوا. دابا كنهبطوا راس ديال السلسله. هانتوما بعد ما تاكدنا بلي انهم جايين في خط واحد غنكملوا الخياطه ديال السلسله. بعد ما نعاود فوقها الخياطه غنخليها هكا مسدوده حيت بعد المره السنان ديال الماكينه كيجروا لك الثوب وكيبقى واحد الديكالاج. بعد ما غنتاكد بلي انها تقادت ليا نحل السلسله ونخيط الجهه الثانيه بوحدها بلا ما نبقى مديرونجيه بالسلسله مسدوده. انا كنوريكم الخطوات خطوه بخطوه باش تجيكم الخياطه مفينيه ومقاده، حيت لا من الاول خيطنا كل جهه بوحدها ملي غنجيو نلاقيوهم بعد المره كيجينا شي ديكالاج وكتجينا صعيبه اننا عاد نحلوا الخدمه كامله. دابا نتوما كيف ما قلت لكم فتنا هذيك البلاصه اللي خصنا نكونوا مقادين فيها الخياطه كنحلوا السلسله ونكملوها عادي. دائما كنبداو الخياطه ديال السلسله من الاسفل باش الا بقات لينا شي زياده في السلسله كتكون بعض المرات طويله شويه كنقطعوها من الفوق، يعني باش كتبقى لينا البلاصه اللي كنحلوا منها ونسدو صالحه من التحت وكتجينا مقاده. دابا هذوك الزياده كاع كامله اللي غتكون عندنا الفوق غنقطعوها باش نلصقوا الكول. دابا هانتوما بعد ما الباندا طويناها وخيطناها درنا لها السورجي فينينا به غنعاودوها من هنايا من الفوق بخياطه باش كنثبتوا هذيك الخياطه ديال الداخل اللي كتبقى لنا هنايا مقاده وكتجينا في نفس الوقت ان ديك الخياطه كتبقى تبان فينيه ومقاده. هانتوما دابا بعد ما كملناها كيفاش كتجينا الخياطه مع الجنب. ودابا بعد ما سالينا الباندا ديال الاسفل غادي ندوزو نخيطوا الباندات ديال الكمام. بهاد الطريقه كناخذوا هذوك لي كوط كنطويوهم على جوج كنخيطوهم بحال هكا، من بعد كناخذوا الخياطه اللي خيطناها كنفتحوها باش ما كتجيناش مجموعه ولا قاصحه في بلاصه واحده، كنفتحوها بهاد الطريقه وكنطويو لكم هكا كتجينا الباندا مطويه وفي نفس الوقت الخياطه ديالها مفتوحه. كناخذوا الكم ديالنا كنقلبوه كناخذوا الظهر ديالو وكنخشيو وسطو هذيك الباندا اللي خيطناها وكنديروا الخياطه مع الخياطه بهذه الطريقه. بغيتو تثبتوها بيباري بغيتو تبداو تخيطوا عادي. انا دابا ما ثبتهاش غنبدا نخيط نيشان كنحط غير الخياطه مع الخياطه وكنبدا. دائما الثوب ديال الكاتما كيكون عندنا مقاد والباندا كنجبدوها كنبقاو دايرين بحال هكا مع الكم حتى كنكملوه. هانتوما بعد ما نقلبوه غتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجينا مقاد. ومن بعد ملي نشوفوا الخياطه هي هذه كنعاودوها بالسورجي باش كتفيني لينا هذيك الخياطه من الفوق.
هانتوما دابا بعد ما عاودت ليها السورجي كتجي مفينيه الخياطه. دابا غندوزو نحيدو هذيك الزياده ديال السلسله اللي بقات لينا من الفوق، وباش نخيطو البانطا اللي غتكون عندنا في العنق. كنقادو هكا ونقطعوهم. الا بانت لكم شي حاجه ما مشروحاش مزيان ولا بغيتو تسولوا عليها خلوها لي في التعليق، وان شاء الله نشاركها معكم فيديو اخر ان شاء الله. كناخذوا الثوب ديالنا كنطوه بحال هكا ديال على زوج، هذاك نفس الثوب ديال لي كوت اللي درناه في البانطا من التحت وفي الكمام. كنطوه دابا عندنا على زوج وكنعاودو نطوه كيولي عندنا مطوي على 4. والعنق هانتوما راه مطوي على زوج الامام والخلف. كنسرحوه بهذه الطريقه. كناخذوا العبار ديال هذيك البانطا كنقصوا من 1 2 سنتيم على العنق، حيت غنجبدوه شويه وغيجينا عاد مجموع. دائما لي كوت كيكونوا ناقصين على الثوب ديال الكتمه. وغادي نقطعوه بهذه الطريقه هانتوما كيف ما شفتوا معايا. ودابا غادي ندوزو نحدو المنتصف ديالو باش نحطو النص مع النص ديال العنق. بغيتو تبداو الخياطه من الجنب بغيتو تبداوها من الوسط، انا كتعجبني نبداها من الوسط باش كيشيطوا ليا الجناب مقادين. حددنا المنتصف ديال الخلف ومنه غادي نبداو. بهذه الطريقه غادي نحطو النص ديال العنق. هذيك العلامه اللي علمناها غنحطوها مع اختها وغنبداو نخيطو. كندورو مع الجهه اليمنى كنخيطوها مقاده ونوليو ندورو مع الجهه اليسرى حتى كنكملوا العنق كامل، وحتى هو كنديروا ليه نفس الطريقه ديال الكم ونفس الطريقه ديال البانطا من التحت. كنعاودو نفينيوه من الفوق بعد ما كنخيطوه بالسورجي، وعاد كنعاودو فوقو الخياطه اللي كتثبتو. كنحيدو ديك الاضافه ديال السلسله حيت الراس ديالها قاصح باش ما تهرش لينا الابره. عاد كنكملوا الخياطه. من بعد كنقلبوها وعاد كنقادوها بالمقص. كان عندنا شي اضافات ولا شي حاجه عاد كندوزوها في السورجي. دابا ندوزو كيف ما قلت لكم الجهه الثانيه حتى هي غنخيطوها. وهانتوما غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هاد الكتمه كيفاش غادي يجي، وكنتمنى من الله الشرح يكون واضح. وراني شرحت لكم الخطوات كامله خطوه بخطوه، ما بخلت عليكم حتى شي مرحله. وان شاء الله في الفيديو القادم غنشارك معكم الخياطه ديال السروال والجياب ديالو والباندا وكيفاش كيجي. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو نديرهم لكم بجوجهم فيديو واحد غيجيكم طويل بزاف، وهذا راه جا شويه طويل. وهذا هو الشكل النهائي ديال السيرفيت ديالنا. كنتمنى والله الشكل ديالها ينال الاعجاب ديالكم، والطريقه ديال الشرح حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.